سير سمو برقادي شنو هو الجديد ديال قربوا خويا سمو شويه محمد البرقادي بعد يعني نهايه الجلسه والخروج ديالك شنو كتقول لنا شنو وقع اليوم؟ اولا السلام عليكم، تحياتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، ودائما نحن تحت شعار الله الوطن الملك. تحياتي للسلطات مدينه الجديده. الجديد في القضيه الاخوان هو انني اليوم كان عندي الحضور مع جلسه مع اشرف البرديسي، والجلسه تاجلت نهار 11 ان شاء الله، وحنا ان شاء الله مازال دابا حاليا واحد اللي مشدود، الاخرين في حاله فرار كاملين، والحمد لله حنا غاديين بالقانون ديالنا، غاديين بالقانون ديالنا، وثقتنا في القضاء، ثقتنا في القانون ديالنا الحمد لله والشكر لله على كل حال، والاداره القانونيه اللي غتكون ان شاء الله. كيفاش كانت القرارات ديال السلطه القضائيه؟ كل داكشي كل شيء غادي مزيان الحمد لله، حاليا الملف غادي مزيان، كل شيء غادي مزيان. كنتمنى ان شاء الله باقيين هذوك المجرمين في حاله فرار يتم القبض عليهم حتى هما وناخذ الحق ديالي. هذا الشيء اللي كنطالب بالحق ديالي من طرف هذه العصابه، لانني باقي كنمر من واحد الظرفيه ديال النفسيه ديالي بعدا، لانني الظرف النفسيه ديالي معذبه حاليا ديال بصح، باقي ما كنقدرش نقدر نواجه المجتمع، باقي ما كنقدرش نخرج كما كنت كنخرج، ما بقيتش قادر ندير فيديوهات كما كنت كنقدر ندير. يعني انا وليت كنحاول وليت كنتخلع من اي حاجه، سيرتو من البارح زدت تخلع ديال بصح من طرف واحد العصابه اللي كانوا البارح حتى هما قتلوا هذاك الانسان بهذيك الطريقه التعذيبيه وداك الشيء. يعني حنا بغينا نوضعوا حد مدينه جديده وفي المغرب كامل لهاد العصابات، كل ما يطاول يهز سلاح الابيض من حجم كبير او يخرج للشارع العام وكريسي وكذا، حتى اللي غنبقاو ساكتين بحال هادو ما كاينش العاطفه معاهم. بركه من العاطفه الاخوان، الله يجازيكم بخير. حنا كنطالبوا ان شاء الله من هاد الناس ناخذوا حقنا منهم، ما يبقاوش الناس بحال هكا يخرجوا للشارع العام ويهزوا السلاح الابيض ويكريسوا عباد الله. واش انا ماشي من حقي كمواطن مغربي ومسلم نخرج في الشارع ديالي وندور كما بغيت، كما انني مسلم بحال عباد الله؟ واش ماشي من حقي؟ راه كنعيشوا في دوله الحق والقانون الحمد لله، حنا ما كنعيشوش غابه. سي محمد، سمعنا بان كانت ضغوطات، كان الناس تدخلات من اجل الصلح. يومي كاينين بزاف تدخلات من اجل الصلح. انا كنرفض انني نهضر مع شي واحد، لانني عندي واحد المشكل في الراس ديالي حاليا، ما بقاش كنستوعب شي الهضره، راسي ولا كيضرني بقوه الهضره، ولاو كيوصلوني ميساجات في الواتساب ديال التهديدات من طرف اشخاص ما عندهم لا تصاور لا والو، تيدخلوا تيكتبوا شي هضره ديرها فين تجي كذا. عندي الادله. بالنسبه لاي حاجه، انا اي حاجه كنخرجها قانونيه في السيديات، وكندير شكايات ديالي باي واحد، وحنا غاديين القانون ديالنا دائما تحت شعار الله الوطن الملك. محمد، شنو هو الحاله النفسيه ديالك؟ الحاله النفسيه ديالي كما كتشوفوا، انا واحد الانسان اللي كان دائما كيضحك، غابت عني الابتسامه. انا حاليا في حاله يرثى لها، النفسيه ديالي مدمره. باقي هذاك الفيديو حاليا كنعاودو كنتفرج في هذيك اللقطه، مرت يعني كنحاول نشوف هذيك اللقطه اللي وقعت لي ديال بصح، باقي لحد الان ما دخلش دماغي. وما بالنسبه للوالدين وداك الشيء ديال العاطفه وداك الشيء، انا راه والدي علاش ما بغيتش نخرجهم الصحافه ويشوفوا، حتى والدي انا كون شافوا الناس ماشي قطعوا لي في قلبهم، راه شي حاجه راه بزاف بزاف بزاف. تخيل معايا الام ديالك كيدقوا عليها مع 3 الليل، كيقول لها ولدك في السبيطار كريساتو عصابه وكذا وكذا وكذا. كيفاش غتكون الاحساس ديال الام وديال الاب ديالي ولا عباد؟ شفنا العائله ديال الضحيه ديال المتهم الياس ما كيخرجوا بالتصاريح، وعلاش العائله ديالك ما خرجتش؟ انا شوف، انا اللي ما بغيتش نخليهم يخرجوا، لانني انا اللي انا المعني بالامر وانا الضحيه، فهمتيني؟ انا اللي كنتحمل المسؤوليه ديالي. انا والدي ما بغيتش يبانوا في هذا الشيء، وما عمرهم بغيتوا يوصلوا لهذا الشيء، لان والدي اصلا ما عندهمش تليفون، ما كانوش عارفين ان شنو يعني فهمتي، ما كانوش عارفين هذاك الشيء. جاو الناس وراهم فيديو ديالي يعني بهذيك الطريقه. يعني تخيلوا معايا، دير راسك بلاصتي اخي المواطن، ان والديك يشوفوا الفيديو ديالك انت وكتعذب من طرف عصابه. والبارح سمعنا واحد الانسان اللي قتلوه عصابه. يعني كيفاش غادي نوليو حنا نعيشوا في هذه البلاد؟ كيفاش غيتو نوليو نخرجوا حنايا؟ واش ماشي من حقنا كمواطنين نخرجوا ندوروا في المغرب ديالنا من طنجه للقويره سالمين عالمين؟ ولينا خاصنا نخرجوا نتكريساو؟ واش حنا رجال ولينا نخافوا؟ فما بالك النساء والدريات دابا؟ كيفاش غادي يكون مساكن اللي غتبغي تمشي للخدمه مع 6 الصباح ولا 7 الصباح يتلقى له واحد مجرم يخسر له وجهها؟ شكون يخرج علينا حنا؟ هما اصحاب التنازلات. شكون يخرج علينا حنا في هذا المغرب؟ هما اصحاب التنازلات كيتنازلوا. اخويا اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. هزيتي شنو يقد بها، درتي عصابه، كونتي عصابه قد بها. بركه من العاطفه.
انسان ما حاش كيقول لك ما حاش بالمزود اللي مضروب به، وملي كطيح البقره تيكثروا الجناوه. بركه من العاطفه والموسيقى حزينه وهذا. مسامح كريم، مسامح كريم، انا ما كنعرفش مسامح كريم مسامح كريم الا ضربني بيدو. واش انا تشوهت في المغرب داخل المغرب مع العالم ولا يهضر بيا؟ تشوهت بالفيديو ديالي هو لاحو تتعنى بالقوه، تتعنى بالنفوذ، تتعنى بشحال من حاجه، ودابا كيقولوا لي مسامح كريم. مسامح كريم ما كنعرفهاش انا حاليا. انا نفسي ديالي مدمره، فيديو ديالي شافوا العالم، تحقرت من طرف عصابه ماشي من واحد. السرقه سرقت انا، مشاو لي نضاضري، مشاو لي فلوسي، مشى لي تليفوني، مشات لي اغتصبت في الكرامه ديالي. سي محمد دابا ملي وقع هذا الحدث واش باقي مازال كتبغي تعيش حياتك الطبيعيه؟ ما بقيتش كنعيش حياتي الطبيعيه كما كنت، اقسم بالله العلي العظيم ما بقيتش كنعيش حياتي ديالي الطبيعيه كما كنت. كنخرج كندير قهوه، دابا ولا كلشي كنخرج. البارح دايز عادي غادي حدا الدار كيخرجوا دراري صغيورين، صافي سلخك فلان سلخك فلان. وشنا هي هذه دابا؟ هذه كيفاش غادي تكون النظره ديال الاطفال الصغار اللي شافوا داك الفيديو؟ راه غيتانسبيرو، غيولي يشوفوا ان هذاك خونا كقدوه، غيوليو تما يهزوا جناوه ويخرجوا كريسي ويديروا عصابات. لهذا خاصنا نوضعوا حد، وحنا غادي ان شاء الله نتابعوا قضائيا وبقى باقي متابعينه. وان شاء الله شوف حنا ثقتنا في القضاء وثقتنا في النيابه العامه وثقتنا في السلطات. هادشي اللي كنا شفنا واحد الفيديو مؤخرا قبل انه دار نفس الجريمه وما تعرفش. هذاك الشيء كيبقى بينه وبين هذاك الشخص اللي سمح ليه، اما انا ما كنسمحش. هذاك الشيء كيبقى منه ليه، انا ما سوقيش في هذاك الشيء، ما ندخلش في هذيك الحيثيات على دار ولا فعل ولا كذا ولا كذا. انا كندوي على راسي، بالنسبه لي انا اللي تكريسيت وانا الضحيه، وانني تعرضت للسرقه وتعرضت لطرف عصابه واستدراج وكذا 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 الى اخره. يعني هذا الشيء اللي غندوي عليه، ماشي الاخر حياتهم الشخصيه سمحوا ولا ما يسمحوش، هذاك الشيء اللي داروا كيبقى بينه وبينهم. انا ملف اخر هذا. سيمو على ذيك ان الاطفال والسوشيال ميديا والناس كيشاهدوا هذاك الكلام اللي كيتقال في السوشيال ميديا. اطفال كيتانسبيروا وكياخذوا هادشي كابطال، كياخذوا بحال هذا النوع كابطال. مؤخرا راج واحد الفيديو اللي كان عامين دابا انت درتيه، اللي كان غير اخلاقي. شنو تقول عليه؟ شوف انا ما شوف دابا حنا ملف ديالي انا كندوي على حاليا على ملف ديال السرقه والعصابه. انا شي حاجه اخرى انا ما عارفاش، كندوي على السرقه وهادشي اللي كاين. محمد شفنا الابتسامه ديالك اللي تعودنا عليك ما بقاتش يعني مؤخرا. وانسان شوف انسان اللي كيشوف نفساني اي واحد يفكر ويدير راسو بلاصي انك توقف لك عصابه ويستدرجوك ويديروا لك هذاك الشيء مخطين ليه. عصابه مخطين لاي حاجه دايرينها مخطين لها، عارفين اش كيديروا، استجراج هاتفي كيعيطوا لك كيخرجوك وكيديروك وانت خارج بالسنداله سلمي ما عالم على والو، على اساس انك تصور مع واحد الناس كيوقفوا لك عصابه يحيدوا لك رزقك ويضربوك ويصوروك، جوج كيصوروا فيك ويلوحوك. هو المعنى بالامر كيلوحك. هذاك اللي مكون العصابه اللي هو المدعو الياس هو اللي يجيب عصابه ويلوحك في القناه ديالو في الباج ديالو باي حق. باي حق. انا التجأت للقانون والقانون غياخذ مجراه. القناه ديالك اللي كانت عندكم مشات، شنو السبب ديالها؟ انا شوف ما غاديش ندخل في القناه ديالي وكذا داك الشيء. انا كتخرج بتصريح شحال هذه شكون ضربها وكذا وكذا، هذاك الشيء ما كيهمنيش. انا التجأت للقانون، التجأت للقانون تحت شعار الله الوطن الملك. يعني كما نقولوا يعني الله جعلك سبب انه حرف قران وما تحاسبش، كيقول كلمات غير رافضه وما تحاسبش، ولكن هذه المره هذه يعني زاد من الحد ديالو. انا شوف انا حاليا كندوي على الملف ديالي، كندوي على الفيديو ديالي لان تسرقت فيه وتحقرت فيه وضربت فيه ومشاو لي رزقي والاهانه ديالي وتغتصب في الكرامه ديالي. كلمه على الصداقات. نعم الصداقه. شنو صداقه؟ لان كتجمعك صداقات بينهم. شوف انا حاليا ما كنعرف حتى شي واحد، كنعرف راسي دابا. كسولنا على الصداقه ولا كذا. عندك ثقه في القضاء؟ ثقه في القضاء الحمد لله. حنا راه كنعيشوا بعدا اول حاجه في دوله الحق والقانون، كنعيشوا في مع السلطات ديال مدينه جده تحركوا معايا في الملف بالزربه. النيابه العامه كذلك مثال. الله يجازيكم بخير. اذا سي محمد موعدنا يوم 11 ان شاء الله الاخوان. كرامتي لكم الله يجزيكم بخير. المطالب ديالك محمد المطالب الله ديالك يجزيك بخير عمي. شوف الله يجزيك بخير. المطالب ديالك المطالب ديالي انا ان شاء الله انا غنبقى متابع هاد الناس، ما غاديش نتنازل لهم حتى نشوف العقوبه ديالهم يكونوا كاملين في السجن كاملين، لانهم باقيين شي وحدين هربانين، وواحد اللي في حاله دابا واحد اللي داز معايا حاليا اليوم، اما الاخرين باقيين في حاله فرار. محمد لقيت الاصدقاء ديالك في هذه المحنه هذه؟ الحمد لله ضروري كاينين اصدقاء، كاينين بعض الناس اللي وقفوا معايا، بعض الناس اللي ساندوني، بعض الناس اللي تضامنوا معايا بزاف داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكرهم وكنوجه لهم التحيه.
وكنقول لهم ان شاء الله شوف ثقتنا في القضاء وربي كبير. الله قال لك الله عز وجل حرمت الظلم على نفسي. معنا الان كذلك صديق ديال محمد البرقادي اللي كيتواجد معنا امام المحكمه. قول لنا محمد، صديق ديال محمد الاسم ديالك وكيفاش مشى القضيه. السلام عليكم، معكم امين مول الاجواء. شوف انا ما غاديش ندوي بزاف، انا غندوي على النفسيه ديال السي مول البرقادي، لاقاش انا قريب منه بزاف. النفسيه ديالو راه مدمره بزاف، وراك تشوفوا ما بقاش كاع كيقدر يخرج بزاف، راه قليل في كنجي عنده انا نوقف معاه نواسي شويه، حيت هادشي اللي كان فهمتي. الانسان اول حاجه هي النفسيه ديالو، الكرامه ديالو. السيد راه ما بقاش باغي فهمتي، ما بقاش كيف ما كان في الاول كيهضر عادي، يدخل يدير اللايفات، هو راه حس بالحقره، حس فهمتي بالظلم واتجه للقانون فهمتي، يعني ماشي دار شي حاجه اللي خارجه على القانون. انا بزاف الناس كيجيو عندي كيدويو معايا كيقولوا لي شنو صاحبك ودي قلت لهم صاحبي راه حس بالحقره، راه حتى واحد شي المغاربه كاملين ما يبغوش الحقره، راه ماشي انا ضد شي واحد ولا ضد، انا شوف انا مع القانون، واللي دار شي حاجه راه كيلتجا للقانون والقضاء. انت كتعيش معاه، كيفاش حال النفسيه ديالو دابا؟ اقسم بالله العظيم الا شهاده الى النفسيه ديالو راه مدمره ديال بصح، وراه ما بقاش داك السيمون البرقادي كيف ما كنت كنعرف انا نضحكوا هذه، وليت كنبغي نضحك معاه راه فهمتي، كيقول لك اودي راه ما بقاش عندي الخاطر. هادشي اللي غنقول لكم، وسمحوا لي الا قلت شي حاجه ماشي هذيك، وتحياتي لخوتي المغاربه. الثقه ديالك في القضاء شي الثقه كامله، شوف حنا كنديروا كاملين المغاربه عندنا الثقه في القضاء الحمد لله. حنا راه دوله عظيمه الحمد لله، راه المغرب راه ماشي اي واحد غيجي يقول المغرب. وسمحوا لي اخوتي على هاد تحياتي لكم كاملين، وسمحوا لي اخوتي. السلام عليكم. لنا متابعينا معنا مباشرة من أمام قصر العدالة بمدينة الجليدة كما تابعتم معنا جديد في قضية محمد البرقادي. إذا متابعينا نتلاقاو في مباشر جديد، وفي يعني في أي جديد غادي ننشروا لكم إن شاء الله على قناتكم الجديدة بريس.